عندكن جمعة للإفطار أو للعيد وبدكن تاخدوا معكن حلو بيعجب الكل، عندي إلكن وصفة مفروكة سهلة وسريعة وما حدا حيصدق إنه ما اشتريتوها جاهزة. هات لنبلش. أهم مكون بهالوصفة هو الفستق الحلبي. كتير مهم تكون نوعية الفستق الحلبي منيحة، وأنا بجيب الفستق الحلبي تاعولي من عند رومن. شوفوا الجودة تاعيتهم قديه منيحة. بس أنا بهالوصفة ما حاستعمل فستق حلبي، حاستعمل من عند رومان وورلد زبدة الفستق الحلبي نية وسهلها على حالي، وحتشوفوا كيف هيدي حتكون تويست كتير طيبة فيها للوصفة. حنبلش ب 85 جرام زبدة فستق حلبي نية، حنحط لها 60 جرام سكر ناعم ونقطة مي ورد. هلا لباقي العجينة عندي هون 125 جرام من السميد اللي هو طحين الفرخة، حمصته ب 30 جرام زبدة، وعندي هون قطر فيه 80 مليلتر مي و60 جرام سكر، غليتهم سوا وحزد لهم ملعقة صغيرة كمان مي ورد وملعقة مي زهر. حاخلطهم وبدي زيدهم على خلطة السميد تاعتنا. حط فوقهم القطر ليصير عنا عجينة كتير ناعمة، بدها دقيقة أو دقيقتين ماكسيموم. هيك بدنا إياها تصير عجينة ناعمة وجاهزة لتنخلط. هلأ آخر ستيب للعجينة هو إنه حنزيدها على الفود بروسيسور. وهيك عجينتنا صارت جاهزة. شفتوا قد ايه سهلة؟ هلا منشيل عجينتنا، ولأنها ناعمة فينا نعملها بالشكل اللي بدنا إياه. إذا عندكن قالب فيكن كمان تستعملوها، بس نحطها بالبراد بتسمك. أنا بحب زين الأطراف بالشوكة، بينهم شوي. آخر ستيب هو نحط القشطة والقلوبات. أنا استعملت وقية قشطة، فيكن تستعملوا أكتر أكيد. والحلو بهالوصفة إنها مش مثل المحلات الخالصة ما بتحسوا غير بالسكر، لا بالعكس، من ورا زبدة البيستاشيو كتير قوية نكهتهم. أكيد بدي فستق حلبي، لوز مقشر، صنوبر، وآخر ستيب ورد الجوري. ليكو ملا منظر شي كتير بشهي.